طيب انا طالع النهارده اتكلم عن حاجه مهمه جدا ساعدتني ان انا اعمل ابجريد للتايب اوف كلاينتس اللي موجودين معايا. بمعنى اللي هو من الاخر يجي لي كلاينتس انضف باستمرار، وانضف دي اقصد بيها شغل افضل وبيدفعوا فلوس اكتر. تمام. ايه هي الحاجه دي بقى؟ انت مثلا دلوقتي جات لك شغلانه، والشغلانه دي انت عارف 80 90% منها، بس في 10 20% انت ما تعرفش عنهم اي حاجه. اغلب الناس بيحصل عندهم شك في قدراتهم كده، وبيحسوا ان هو لا انا خايف اخد الشغلانه دي لا تخيش مني، وبيفكسوا لها وبيفضلوا مستمرين ان هم يعملوا الحاجات اللي هم خلاص اوريدي حافظينها وفي الكومفورت زون بتاعتهم، فبالتالي ما عندهمش اي مشكله ان هم يعملوها 10 و20 و50 مره ومش هيغلطوا فيها نهائي. بس برضه هيفضلوا مستكين مع التايب اوف كلاينتس اللي هم موجودين معاهم حاليا. فاللي انا بعمله ايه بقى؟ انا مثلا جالي كلاينت، انا في 20% من الشغلانه انا ما اعرفش عنها اي حاجه، واللي عارف ان انا عارف اعمله بشكل كويس هو 80% بس. فايه بقى اللي انا بعمله؟ انا ببقى مكلم الكلاينت بكل ثقه وبقول له يا باشا 100% الشغلانه دي في جيبك، انا برنس، انا افضل واحد هيعمل لك الشغلانه دي بشكل ممتاز. طب ايه بقى سر الثقه اللي انا بتكلم بيها دي؟ سر الثقه دي ان هو انا متاكد مليون في الميه، او انا يعني قناعتي في العصر الحالي مفيش حاجه اسمها انت مش هتعرف تعمل حاجه بسبب نقص في المعلومات عندك. اللي هو انت موجود عندك اي موجود عندك يوتيوب عليه يعني ملايين الفيديوهات لناس مرت، يعني ايا كان ايه اللي انت عايز تعمله هتلاقي في حد على اليوتيوب عمله وعمل توتوريال عليه. فايا كان اللي انت عايز تعمله، لو انت عملت سيرش بسيط على اي تشات جي بي تي او بيربلكسيتي، هتلاقي وقلت له مثلا اكتب لي ستيبس او رود ماب عشان اتعلم الحاجه دي او هي بتتعمل ازاي بالظبط، هيريسيرش انفورميشن من تحت الارض وهيقول لك ايه الستبس بتاعتها. فانا مش هضيع شغلانه مني عشان انا مثلا خايف ان انا اعمل ريسيرش، او خايف ان انا بعد ما اعمل ريسيرش ما اعرفش اطبقه. ما انا من الاخر يعني لو ما عرفتش اطبقه ابقى انا عمري ما هتطور. هو انا هكون حاجه تانية بس مش هينفع اقولها في الفيديو ده، بس انا كده بحكم على نفسي بان انا مش هتطور نهائي، لان انا مش عارف اجو اوت اوف ماي كومفورت زون وحاصر نفسي في الحاجات اللي انا بعرف اعملها بس. فهي دي الفكره. انت بتاخد طبعا بقى انت ممكن مثلا وانت بتعمل حاجه تقوم مخيشه منك، فانت لازم بقى تخلي الكلاينت ساتيسفايد. يا اما مثلا هتنزل في البرايسنج بتاعك، يا اما بقول مثلا للكلاينت انا هعمل لك حاجه اكسترا وخلاص، يعني عشان بس اميك شور ان الكلاينت ساتيسفايد. وعلى الجانب الاخر انا بعد ما عملت او خدت التجربه دي هيجي لي كلاينت تاني مثلا عايز نفس السيرفيس، فانا دلوقتي اتعلمتها، عملت ريسيرش وبقيت بعرف اعملها كويس وعندي اكسبيرينس عمليه فيها، فجيس وات هتشارج كلاينت فلوس اكتر، اللي هو الكلاينت الجديد اللي هيكون عايز السيرفيس الجديده اللي انا اتعلمتها دي، وهكذا.